طارق على الدولار قال لك قول دولار. طب ما انا قلت ما خافتش من حد، قلت الدولار كلامي واضح. طارق عامر من 5 سنين هيخرب اقتصاد مصر اللي بيعمله. طلع مع مرات الثعبان الاقرع تمام؟ وقال لا دولار جنيه لو ده كان 16 لا 2 جنيه. لما 2 جنيه الله يخرب بيتك انت خدتك كبيره. ورجعت قلت الكلام ده والناس في الدوله زعلت مني. اللي انا مقتنع بيه بقوله بس من جوه بلدي. ولفت الايام وجات الايام واحنا شوف الدولار دلوقتي وصل كام. وتاثيره ده على مين؟ على كل حاجه. تاثيره على كل حاجه. واحنا ما شاء الله شعب جميل. هو الحلاق ايه علاقته بالدولار؟ يعني هل هو يعني برضه هتجنن علاقته ايه بالدولار؟ بيزود. طب بيزود ثمن الحلاقه. طب هو زود ثمن الحلاقه ليه؟ عشان المدرس اللي برضه ملوش علاقه بالدولار بيدرس لابنه زود الحصص ثمنها. برضه ملوش علاقه بالدولار. فقام الدكتور اللي بيعالج الاثنين راح مزود الفيزيتا علشان مين؟ علشان الدولار. احنا بنعمل كده في نفسنا. والله احنا بنعمل كده في نفسينا. احنا عندنا للاسف بعض الناس عندهم جشع وكلنا نشتكي. الجزار انا فوجئت ان كيلو اللحمه بقى ب 300 جنيه. 400 يا ريس. 350 300 وهيوصل 400. يعني دلوقتي الدولار بنص كيلو لحمه. مش فاهم يا جماعه. احنا بنعمل ده. الشعب بطمنكم انتوا يا كلاب يا هربان. في مشاكل في البلد. وانا واحد مش موافق على حاجات كتير تاني. لكن في النهايه في ثوابت في البلد. في جيش قوي. في قضاء عادل. سيبك ان انا اتظلمت في قضيتين 3. مش هي دي القضيه. احنا بنتكلم عن مجموع القضاة. ما انت هتلاقي في كل مهنه كله، في الهندسه في الطب في الصحفيين في كله هتلاقي ده. هتلاقي هو انت مش في الجنه الخالده. انت على ارض الواقع. في واحد يبقى كارهك، في واحد يبقى مش طايقك، في واحد يبقى جاهل، كل ده هتلاقيه موجود. لكن عندك مؤسسه عسكريه محترمه. عندك القضاء محارب بقول اهو مستقل وعادل. بس حاجه غريبه جدا. القضاء لما يحبس مرتضى منصور العيال دي برضه يقول لك هذا القضاء الشامخ. شفت عظمه القضاء؟ لما يحبسهم هم يقول لك هذا القضاء الشاخ ولاد الكلب. شفتوا بقى؟ عرفتوا انهم مجرمين وسفله. انت عندك القضاة بتوعك دول يا جماعه في كل انحاء القضاة العربيه كلها القضاة مصريين. ده النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لما يعني استقال ومشي، هو مشي ليه؟ كانوا عايزين يقتلوه. حاطينه على قوائم على الاغتيالات. زي ما انا برضو على قوائم الاغتيالات. انتوا شفتوا شرطه تحت عشان المحطوط على قوائم الاغتيالات منذ قضيه الشيخ علي جمعه. حاطين انا رقم 2 بعد السيد عدلي منصور. طب يا عم عدلي منصور ده كان رئيس جمهوريه لغايه دلوقتي لا ومعمول له قاعات ومعمول له كوبري تمام. لكن محطوط هنا على القائمه. مش عارف انصار ايه وانصار ايه وانصار ايه. ومش انا اللي قلت ان في القضيه. فالناس طبعا الدوله مشكوره عامله لي حراسه لانه ممكن يحصل. انا راجل مرصود تمام. فعندك الشرطه. لا المعامله في الاسلام دلوقتي مختلفه تماما. لا بجد. وفي السجون وانا طلعت قلت ايه لا ده في ميه سخنه وميه ساقعه وتكييف مركزي وبتاع وشيف بلجيكي والكلام ده. ما كنتش بقول الكلام ده عايز منهم حاجه. ما انا خلاص اتحبست. وانا كنت لسه رايح هتحبس ما انا اتحبست. شفت ده وشفت الضباط ازاي بيتعاملوا معاه كل النزلاء حتى الارهابيين حتى بتوع الاخوان اللي كل يقول لك عذبوه موتوه عذبوه. يعني يا جماعه هو المفروض اللي في السجن ده. طب اقول لكم حاجه. محمد لمين كان موجود هناك مات. كان مريض ومات. كان في نفس المستشفى مات. يبقى هو اتعذب. الدكتور حسن راتب هناك ربنا يديله الصحه ويفك ازمه ان شاء الله قريب. خلاص. واي واحد يا جماعه يموت نقطه ربنا يبقى اتعذب قله ادب وسفاله ومش عاجبهم حد خالص. هو ده اللي عاجبهم ايتن حبوش. كل اللي عمله وقف في مجلس قال لك انا ما بحبش عبد الفتاح السيسي. هو ده برنامجك؟ هي دي خطتك؟ هو ده تاريخك؟ ايه القرف ده؟ هو ده اللي هم رابع. هم ده عايزين ده. المهم